الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا في هذه المنشورات اللي غادي يتبارطاجيو حاليا في الانترنت، اللي كتقول باللي المغرب فرض فيزا الكترونيه على بزاف ديال الدول، من بينها تونس والجزائر وبزاف ديال الدول اللي كانت معفيه من الفيزا، ولا المواطنين ديال الدول هادو اللي كيكونوا معفيين من الفيزا ديال الدخول للمغرب. فحاليا فاش غادي تنظم كاس افريقيا، المغرب بغى يعرف اي واحد كيحط رجليه في هذه البلاد السعيده، خاصو يعرف منين جا واصله وشنو كيدير في المغرب. لهذا فرض فيزا الكترونيه على الناس اللي غادي يدخلوا المغرب، لان غادي يكون ضغط وغادي يكون وفود كثيره غادي تدخل، يعني غادي يكون الزيار في المطارات. لهذا فيزا الكترونيه غتولي تعرفك على الشخص، فين اصله، شنو كيدير، منين جاي، شنو غادير في المغرب. وبطبيعه الحال الناس اللي غادي تحضر خاص ضروري تشري الفان اي دي، بحال لانفيتاسيون ديال جي تيكس فاش كان في المغرب العام اللي فات، وغادي تنظم عاوتاني العام الجاي، اللي كيعفي بزاف ديال الدول اللي كتكون عند فيزا ستيكر في القنصليه كيوليو يستافدوا من فيزا الكترونيه. تهلاو.